يسعد لي أوقاتكم حبيباتي من وين ما كنتوا عم تتابعوني. أهلا وسهلا فيكم في كل صبية فاتت على القناة جديد. بداية الفيديو اليوم يسعد لي صباحكم. كالعادة بتعرفوني أنا من الصبح بفيق بشق على زرعاتي وبستفقدن هيك وبتصبح فيهم. هون طبعا بعد ما شقيت على زرعاتي وفتحت الشبابيك جيت على غرفة بنتي. هون أنا أول ما بفيق من النوم طبعا برتب تختي وبعدين بطلع على الغرف النوم التانية وبلش رتبهم. غرفة الصبيان عندي من غير شر من موجودين مسافرين، فبس غرفة بنتي قمت رتبتها وبلشت نهاري. أكيد البعض منكم هلأ دار بنفسه سؤال إنه أولادي وين مسافرين. أنا ما حكيت لكم صبايا في بداية فتح القناة. أنا عندي 2 شباب، الله يخلي لكم أولادكم يا رب. الكبير عمره 22، الأصغر منه عمره 20. فبداية التحرير شوف مثل ما بتعرفوا يعني شوفت عينكم العالم كلها بلشت تنزل على سوريا، فكنا نحن أول الناس اللي نزلت والحمد لله فتحنا شغل هنيك. ايه فمجرد ما انه فتحنا شغل ما عاد فينا انه كلياتنا مثلا ننزل او كلياتنا نضل هون. فابني الكبير بقي هنيك، وكل فترة ابني الأصغر منه بينزل عند أخوه زيارة وبيرجع، وأحيانا بينزل زوجي يعني بيتناوب بحيث ما يضل لحاله. فلذلك عقلكم انه غرفتهم من غير شر ما حدا بيعجقه وبتضل مثل ما هي. صبايا أكيد بهالجو الحلو كلياتنا عم نكسب الشمس والغسيلات والنشاط ما شاء الله بلش عنا يعني وعلى هالجو هذا أسبوع تاني رح نقوم على التعزيلات. طبعا أكيد مثل ما بتعرفوا ما ضل تقريبا شي 12 يوم للعيد، فبإذن الله كمان أنا كم يوم إن شاء الله ورح أقوم أباشر بالتعزيل والترتيب الله هيك يا رب يعيدوا علينا وعليكم بالخير والصحة. إجاني كتير أسئلة، هي إنه أنتي رح تضلي مقيمة بتركيا ولا رح تنزلي على سوريا؟ بالنسبة إلي حاليا ماني مفكرة، نحن عنا إقامات حاليا منا مفكرين، فممكن زيارات أنزل إيه، ولكن مقيمة ما بعرف. يعني سبحان الله أحيانا بتقول إيه أوكي أنا خلص إنه هون الأمور بلشت ترجع لورا، بلشت الناس تنزل إيه، فبترجع بتفيق تاني يوم بتقول لا إنه أنا هون تعودت وكذا، فبتلاقي الأمور صعبة. فحاليا منا قدرانين ناخد قرار لنهاية السنة لنجدد الإقامات، بعد منا رح نشوف شلون، أو رح ننزل أو رح نضل. فخلال فترة بسيطة إن شاء الله رح أنزل على سوريا ورح أشوف الوضع إذا كان فينا نكفي نقعد هنيك أو لا. هون صبايا كنت نهار كتير تعبانة، فسبحان الله برمضان عملت تفريزات كبة وسمبوسك يعني بتعرفوا تفريزات رمضان.
فبأثناء سبحان الله ولادي اجوا زيارة كم يوم ورجعوا نزلوا. شلت من السمبوسك شوي، كترت الكبة لأني بنتي بتحب الكبة. مثل ما بتعرفوا صبايا، بالنسبة للكبة المفرزة والسمبوسك لازم نطالعهم قبل ب10 دقايق مشان يفك عنهم التلج. بطالعهم بفكهم عن بعضهم مشان يسهلوا علي موضوع القلي ويروح عنهم طبقة الجليد اللي بانية عليهم. هيك فردتهم عن بعضهم لأنه ما بيصير يضلوا ملزقين ببعض مشان القلي. هون لبين ما تركت الكبة والسمبوسك يفك عنهم التلج بلشت حضر السلطة. أنا بحب السلطة جنب الكبة. سبحان الله، أغلب الناس هلأ زوجي بحب العيران وولادي أنا بحب السلطة. فبلشت حضر السلطة، قلت لبين ما يفكوا عنهم التلج بكون أنا فرمت السلطة وجهزتها. شوفوا الصبايا، هاي بقى البقدونس منصوفة بالمحرمة إلا السبوع، شايفين؟ هون ما بعرف إذا مسبقا حكيت لكم إنه أنا كل شي حشائش وقت اللي بجيبهم بلفهم بمحرمة كلينكس بيعيشوا أكتر. فهون عم بحكي لكم إنه هاي وقت البقدونس إلا تقريبا أسبوع وشايفين خضارة. هون النعناع شوي كان له وقت أكتر، فالنعناع بتبقى روحه شوي أقصر من البقدونس. بعد ما غسلت أغراض السلطة لقيت إنه الكبة بلشت تدوب وما رح لحق أفرم وأقلي. فقلت لأ، رح أعيف السلطة وبلش قلي وبعدين بساوي السلطة. بلشت بالسمبوسك لأني السمبوسك بس راح عنه البوظ بشكل كامل ببلش بيلزق. فأول ما بلشت بقلي السمبوسك. صبايا، إذا كنتوا وصلتوا لهون وعم بتشوفوا فيديوهاتي وبتعجبكم يا ريت ما تنسوني من اللايك والكومنت الحلو، ويا ريت تشاركوا الفيديوهات مع رفقاتكم، وإن شاء الله هيك يا رب نكون عند حسن ظنكم. وهون يا صبايا عينكم ما تشوف الزيت لوين وصل، الله وكيل. أنا حطيت الكبة وبلشت تطرطش لوين. هون مثل ما حكيت لكم لاني شو اسمه الكبه حلت كتير وصار في عليها مثل طبقه مي او بالاحرى صارت كتير رطبه. فاول ما حطيتها كتير طرطش زيت. بالعاده ما بيصير معي هالشي هاد. يعني انا مو اول مره فرز، بس هي اول مره بصير معي هيك بالقلي.
هون كان وصل زوجي وقلت له يلا الله جابك، انت فرم السلطة وانا رح اكفي الي، لاني كمان بس بردت الكبة والسمبوسك مو طيبين. والله وما كذب خبر، الله يعطيه العافية، وقف فرم السلطة لبما انا كنت خلصت الي. وهون خلصت الي وخلص زوجي السلطة، خلصناهم سوا يعني الحمد لله، وبلشت حضر الطاولة مشان نقعد نتعشى. لا تقعد مؤيد. هون طبعا بعد ما تعشينا ورتبت المطبخ تقريبا ضليت ساعة، وعلما الحمد لله انه عندي جلاية بس، ولكن طرطشت الزيت هي بدها بعدها تعزيلة. فبعد ما تعشينا وريحت وشربنا شاي، قمت جهز صحن فواكه. وهيك صبايا بتكون وصلت معكم لنهاية الفيديو. لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل شي جديد، وبتمنى من كل حدا شاف الفيديو يحط لي كومنت حلو ولايك لاستمر، وان شاء الله دايما نكون عند حسن ظنكم. وباي باي صبايا، بأمان الله.
بصادف طقس منيح. نجيب، شو حالة التصريات؟